محدش فاهم حاجة خالص. النادي الاهلي بيقيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير لكرة القدم بالنادي الاهلي، وميدو بيطلب باستقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد عبد القادر بيهاجم الصفحات الأهلاوية وبيتهم لعيبة النادي الأهلي بالرشوة، وكريستيانو رونالدو بيطلب التيشيرت اللي اداه لشيكابالا مرة تانية. ايه اللي بيحصل وايه الحكاية؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ ده حتى كمان إداري النادي المصري عمل موقف في لقاء الأهلي والمصري اقل وصف له انه يدل على الدناوة والوطو والحقارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي متابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النهارده الجمعة صحينا كده على خناقات وخلافات وصراعات واتهامات وليلة كبيرة ما يعلم بيها إلا المولى عز وجل. صحينا الصبح لقينا الكابتن أحمد عبد القادر بيهاجم صفحات النادي الأهلي، السوشيال ميديا الأهلاوية اللي المفروض إنها بتدعم لاعبتها والمفروض إن هم الظهر والسند لكل اللعيبة. لقينا أحمد عبد القادر بيتهم إحدى الصفحات الأهلاوية بإن هم بيقبضوا من اللعيبه وبياخدوا رشوه من اللعيبه عشان يمجدوا اللعيبه زي ما حضراتكم كنتوا شايفين معايا دلوقتي. يعني ايه يا كابتن احمد؟ يعني الصفحات دي يا عم افندينا قبيضه، دول لجان الكترونيه من الصفحات بتدور على مصلحه النادي الاهلي، دول بيقبضوا من اللعيبه. اللعيب ده عايزين يعني نعليه وماله، اللعيب ده عايزين نهده ما يجراش حاجه. هل ده يعقل يا كابتن احمد عبد القادر؟ يعقل وبيحصل وانا شفته بنين عيني. ده كلام احمد عبد القادر مش كلامي. في اتهام واضح من الكابتن احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي بتدفع رشوه للصفحات عشان تعليهم وتمجدهم، وفي اتهام واضح للصفحه ان هم بياخدوا الرشوه دي وبيعملوا ضد مبادئ النادي الاهلي. عشان تخش الصفحه وترد على احمد عبد القادر، انت مين يا ابني وانت نسيت نفسك؟ انت عارف انت مين وبتقول ايه؟ احنا عايزينك تقول لنا اسماء اللعيبه اللي بتدفع لنا الرشوه. انت فضحتنا وقلت ان احنا بناخد رشوه، كمل بقى جميلك وافضح زمايلك وقول اللعيبه اللي بتدفع الرشوه دي عشان خاطر النادي الاهلي يتخلص منه. الليله مولعه والليله كبيره، ده درجه ان هم جابوا له بوستات قديمه وهم بيدعموه هو شخصيا. معنى كده ان احمد عبد القادر كان دافع؟ في الحقيقه انا لا مع ده ولا انا ضد ده. انا شايف ان الوضع بقى عبثي، الوضع بصراحه لابد من التدخل لان الموضوع بقى كبير، ناس بتتهم ناس ورشوة وكلام كبير. ده كانت اول خناقة كده على الصبح قبل ما تروح تصلي الظهر. صلينا الظهر ورجعنا لقينا الكابتن احمد حسام ميدو العالمي اللي لسه كان بيطبل للمستشار مرتضى منصور وكان بيمجد فيه، الراجل اللي قال ان نادي الزمالك عايز رئيس ذكر وما فيش ذكر الا مرتضى منصور، الراجل اللي قال انا في ظهر الاداره، الراجل اللي واقف وبكل شهامه وبشجاعه وبيتصدى لكل حد يجيب سيره اداره نادي الزمالك. مفيش مشكله، حقه. لكن الكابتن احمد حسام ميدو بدل مبادئه زي ما بيبدل نوعيه لبسه، مره بيلبس كاجوال ومره بيلبس هندي ومره تحس انه جاي من جنوب افريقيا. ده اللي عمله احمد حسام ميدو. مره شتم المستشار مرتضى منصور وسب الاستاذ امير مرتضى منصور، وكذلك مجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور وامير ردوا السب والشتيمه. ده طلعوه خاين وعميل ومتصور مع الكابتن محمود الخطيب في رحله انت كلنا عارفين
عارفينها اللي كانت على المركب، وفجأة لقينا الكابتن أحمد حسام بيمجد في المستشار مرتضى منصور. مفيش مشكلة، إنما أصلي الظهر وأرجع ألاقي الكابتن أحمد حسام ميدو بيقول لازم الإدارة دي ترحم، ولازم يقدموا استقالتهم، والتاريخ مش هيرحمهم. سيبوا ناس غيركم بقى تيجي تورينا النور، وخلوا الناس تشوف نادي الزمالك، والناس تنقذ الزمالك منكم يا ظلمة. الله 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 يا كابتن أحمد، ده الراجل لسه قال انه هيمشي امبارح. ده سواد الليل يا كابتن، ما ينفعش كده. طب اصبر لك يومين يا كابتن، اصبر يومين قبل ما تقلب على الاداره بالشكل ده. لا 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 يا عم افندينا، احنا سخنين. يلا يلا، هوب هوب هوب، عاش الملك مات الملك، والكل بيطرقع والكل بيلعب تحت اسم نادي الزمالك ومصلحه نادي الزمالك. يا عم افندينا، ده انا هقول لك على الكبيره بقى. ده انا جايب مدير فني بقاله 4 شهور مش لاقي حد يمضي معاه. ليه؟ القلم مكسور يا كابتن احمد ولا ايه؟ مش لاقيين قلم؟ قلم هو يا كابتن احمد. امضي مع المدير الفني اللي انت جايبه لقطاع الناشئين؟ يعني ايه بقالكوا 4 شهور مش لاقي حد يمضي؟ ولما انت بقالك 4 شهور في الورطه والازمه دي، اما كنت بتمجد في الاداره ليه؟ وليه كنت دايما بتقول الاداره وحنكه الاداره وان النادي محتاج رئيس ذكر يا عم احمد؟ ما علينا، ادي الكابتن احمد حسام ميدو، مفيش مشكله برضو كاخوان، عادي. يا دوب رحنا صلينا العصر ولقيت الدنيا مقلوبه. كريستيانو رونالدو يا عم افندينا طلب التيشيرت بتاعه تاني من شيكابالا. انتوا البطوله اللي حتى اللي عملتوها ان انتوا خدتوا تيشيرت رونالدو اهو طلبوا منكم تاني. والضحك والسخريه. ايه يا اخوانا اللي حصل؟ ده انا شايف رونالدو بعيني، ده هو اللي رايح لدكه بدلاء نادي الزمالك عشان يطلب تيشيرت شيكابالا. ده هو اللي راح ومجهز التيشيرت ومديه لشيكابالا وشاور له على التيشيرت بتاعه، وبعد كده شيكابالا قلع التيشيرت واديهوله. ايه اللي حصل يا رونالدو؟ احنا زعلناك في حاجه؟ في ايه يا عم رونالدو عشان يحصل كل ده؟ قال لك لا، ما هو بعت واحد تاني بقى قال له هات التيشيرت يالا يا شيك يالا. انا كنت بحسبك عالمي زي طلعت ولا اي حاجه يا ابني. هات التيشيرت، انا عايز التيشيرت بتاعي عشان اداره النصر قالت لي لو ما رجعتش التيشيرت هنخصمه من مستحقاتك. عشان ادور وابحث والاقي الحقيقه ان كريستيانو رونالدو فعلا زي ما قلت لحضراتكم هو اللي راح لدكه بدلاء نادي الزمالك وطلب التيشيرت من شيكابالا. والموضوع كان في حاله من الود والحب والاحترام من نجمين محترمين، شيكابالا وكريستيانو رونالدو. تختلف على شيكابالا لكن مش هتقدر تختلف على موهبته، ده مفيش فيه كلام. وقولا واحدا ان شيكابالا واحد من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. اللي حصل باختصار ان شيكابالا كان المفروض هيعمل لقاء تلفزيوني، وكان مش من الطبيعي انه يظهر وهو لابس تيشيرت نادي النصر كقائد نادي الزمالك. لما يظهر في لقاء تلفزيوني يبقى لابس تيشيرت النادي الملكي. فادى للكابتن عبد الواحد السيد يا اخويا يا حبيبي، اداله التيشيرت عشان يدخله له اوضه اللبس، وخد منه تيشيرت نادي الزمالك عشان يعمل اللقاء. ولا يكونش عبد الواحد بقى بودي جارد لكريستيانو؟ يكونش برضو لقيت الدنيا مولعه وقلنا يا عم نطفيها. طفاها يا معلم، مفيش مشكله. انما اصلي بقى يعني العصر واقرا جزء القران الاقي الاهلي بيقيل سيد عبد الحفيظ. اهي دي بقى اللي غريبه، والله دي اللي غريبه. إقالة سيد عبد الحفيظ بالنسبة لنا صدمة، فما بالك بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. سيد عبد الحفيظ واحد من أنجح مديرين الكورة مع النادي الأهلي لسنين طويلة. سيد عبد الحفيظ اللي جمهور الأهلي كان بيغني له قول يا سيد ومتعنا كلامك حلو وسمعنا. سيد عبد الحفيظ اللي كان بيهاجم في مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك. سيد عبد الحفيظ اللي جمهور الأهلي مسمينه الحراق. فجأة كده وبدون أي مقدمات إقالة سيد عبد الحفيظ وتوجيه الشكر له، ويعني بنعرض عليه انه يشتغل في شركة الكورة. وسيد لسه بيفكر. طب ايه الاسباب؟ ده حتى الموسم ده موسم استثنائي للنادي الاهلي، موسم الاهلي مكسر فيه كل شيء، مفيش مشاكل ومفيش خناقات ومفيش خلافات. ايه السبب وراء رحيل سيد عبد الحفيظ؟ لو انت تعرف السبب قول لي. والله يا ابني ما اعرف لحد دلوقتي ايه السبب. انا اتصدمت زيك كده بالظبط باللي حصل.
بس الخبر ده بيفرح واحد بس في مصر، المستشار مرتضى منصور، الوحيد في مصر اللي هيفرح برحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي. مستشار مرتضى منصور اللي المفروض لو كان النهارده في نادي الزمالك كان عمل افراح وليالي ملاح، كان قال الولد يا سيد تقدر تنزل بقى الفيوم وتتصور من هناك، اهو انت اتشلت يا حبيبي. يلا ربنا يعدها على خير، ويا رب درجة الحرارة بتاعة يعني الشارع الرياضي المصري تهدى شوية. الحر سيح دماغ الناس، الحر خلى العملية بايظة خالص. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش أخوه باللايك فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا.